وصل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان إلى مطار الكويت في مثل هذا اليوم 24 من إبريل من عام 1991. وكان في استقباله صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح، والشيوخ وكبار رجالات الدولة وسفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. فور وصوله ألقى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان كلمة قال فيها: يسعدنا ونحن في بلدنا الثاني دولة الكويت الشقيقة أن نعرب عما نكنه وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة من أخوة حميمة وتقدير عميق لصاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الصباح والشعب الكويتي العزيز. وإنه لمما يزيد من سعادتنا وفرحتنا وجودنا اليوم على أرض الكويت المحررة.